مرحباً بكم في رحاب الشعر، حيث تنبض الكلمات صلاة في السر، مع قراءة قصيدة من ديوان قصائد في حقائب الغياب للشاعر إدريس داوي. قصيدة اليوم بعنوان ملحمة النور الإيزيدي، صرخة النور في وجه الظلام. يا شمس لالش والسعي أمل، يا حرقة في القلب تشتعل، يا نسل نور لا يضاهيه من غاصوا في الظلماء وارتحلوا. قد كان لالش معبدا شرفت فيه الطقوس وروحكم تصل، حيث النقامة والتجلي وفق النور في الإيمان مكتمل. تسجد لهم ضوء السماء إذا رفعوا القناديل وابتهلوا، ويفوح عطر النور في تشلوى ترقص له الأرواح والأمل. لكنهم في كل عاصفة نحروا الأنام وفجروا الجبل. شنغال نادت أين مغثتها، والجرح منه النار تنفصل. حرائرها سبيت وفي ألم من صمت دنيا الأبكم الثمل. خطفوا الزهور بغدرهم فبكى قلب المدى وانهارت السبل. 90 مرة كأنكم قد كنتم للصبر مشعل. هذه فرمانات التباغض قد سفحت دماء البر وارتجلوا. يا أهل لالش إن أنشودة تصعد من الآهات تبتهل. لا ينثني من كان معبره نور الحقيقة والهدى الأجل. إني رأيت النور في خطوة تمشي على الأحقاد تستقل. نحن الذين إذا استباحنا غاز رددناه وما ذلل. بالحب نهزم كل ظلمة ونري الظلام كأنه خجل. إني أقسم فوق قمتكم شمس الحياة لنا وهي السبل. وغدا سنوقد نورنا أبدا ويفر ظل البغي وينعزل. قد جار دهر بالظلم أوقدت فكم فرمان ضدنا اشتعلوا. على ربى الشنغال نازف دم يروي التراب فكيف يحتمل. طواويس النور في أرض المحن تبكي ولكن صبرها جبل. فرمانات 77 كسيف غدر في الضلوع نزلوا. من شر أهل الظلم هدوا عزنا، فأين يا دنيا لنا منزل. داعش جاءت كالدجى فأطبقت، شنغال تصرخ أين من يعقل. قتل وسبي للنساء وهجرة، والطفل يبكي والفؤاد مثقل. نساؤنا في الأسر ترفض ذلة، واليتم يرتعد ولا مستقل. قرآننا خلفنا تحت سيف الردى، والروح ترفض أن تكون خجل. لكننا أهل النور لا نخشى، وإن تكالب علينا الجهل. فشمس لالش في السماء مضيئة، والحب في أرواحنا مكمل. نقدس النور الذي أحيا بنا روح الكرامة، فالظلم زائل. نرنو إلى يوم تعود فيه شنغال تزهو والجمال محلل. يا ربي أنت معيننا فارحم قوما تعذب والطريق معضل. أعد إلينا عزة وسلامة، واحم لنا الوطن آمنا فلا نؤنفل. فنور شمس الحق لن ينطفئ، وظلم غزاة الشر سوف يذبل. بحبنا نحيا ونحمي أرضنا، وحقد ظلام الطغيان نقتل. أهلاً ومرحباً بالجميع. اليوم رحلتنا رح تكون مع نص شعري مؤثر جداً. رح نستكشف سوا مقتطفات من ملحمة النور الإيزيدي للشاعر إدريس داوود. نعم، هدفنا هون مش تحليل تاريخي شامل، لا، بدنا نغوص في الأبيات نفسها، نشوف كيف بتعبر عن التجربة الإيزيدية، خصوصاً الإيمان، المعاناة والصمود. شاعر فعلا عنده قدرة عجيبة
يعني يلمس جوهر التجارب الإنسانية بطريقة مباشرة، يمكن ما منلاقيها بوسائل تعبير تاني. وهي المقتطفات هي مثل نافذة بنطل منها على رؤية الشاعر وعلى جوانب من الوجدان الإيزيدي. خلينا نبدأ مباشرة من القلب، من لالش والنور. الشاعر بيقول: يا معبداً شرفت لالش به، لا ناسك نوره يضاهيه، لا شمس لا قمر ولا نجم له في الأفق ضوء سماء تسجدي. تعظيم كبير للمكان وللنور فيه. صحيح، تعظيم مطلق. وحتى ما بيكتفي بالنور اللي منشوفه، بيحكي عن النقاء والتجلي، وكمان يفوح عطر النور في جلوة. هاي البداية أساسية جدا. يعني لما يوضع نور للقلش فوق نور الشمس والقمر والنجوم، هاي مش مجرد صورة شعرية، لا، هاي بتعبر عن مكانة المعبد الروحي الفريدة جدا عند الإزيديين. هو المركز يعني. تماما، هو المركز اللي بتتجسد فيه القداسة وبنبعث منه النور الروحي والمادي. ولاحظي كيف استخدم الشاعر الحواس المختلفة: البصر ضوء نور، والشم عطر النور، والإحساس بالنقاء، كأنه بيغمرنا بقدسية المكان، تجربة شبه حسية. طيب، هاي القدسية وهذا النور بخلوا التناقض اللي بيجي بعدين أقوى وأوضح. النص بسرعة بينتقل لذكر تاريخ مؤلم ومستمر من المعاناة من خلال الفرمانات. نسمع: هذه فرمانات التباغض، قد تسمعون كم مرة، كم أنكم خطف الزهور بغدرهم فبكى النزيف. الفرمانات. وبعدين بيجي رقم محدد ومؤلم: 77 فرمانا هدوا لمعزا. هذا الرقم بالذات 77، هل له دلالة معينة ولا بس رمز للكثرة؟ هو استخدام كلمة فرمانات بحد ذاتها بنص شعري إشي بيحمل وزن تاريخي ضخم. الكلمة بطلت مجرد مرسوم سلطاني، لا، صارت مرادف للاضطهاد والمذابح بالذاكرة الإيزيدية. الشاعر هون ما بيكتب تاريخ، هو بيستدعي ذاكرة الألم المتوارثة. يعني الذاكرة الجمعية. بالضبط. أما العدد 77 فبيتكرر كتير بالتراث الشفهي الإيزيدي. هو ممكن ما يكون إحصاء دقيق، بس هو تعبير عن كثرة وتكرار حملات الإبادة، عن حجم المأساة المستمرة. وفكرة خطف الزهور وبكاء النزيف تعبير مؤلم جدا عن الخسارة، عن العنف اللي بيستأصل الجمال وبيترك جرح نازف. وكأن الشعر هنا هو الشاهد اللي بيحفظ هاي الذاكرة المؤلمة. صحيح، هو مش بس بيسجل، هو بيجسد الألم، بيخلي القارئ يحس بوقع هاي الفرمانات، بمرارة التكرار. وهذا بحد ذاته شكل من أشكال المقاومة الثقافية كمان. في وجه محاولات المحو، الشعر بيجي ليؤكد: احنا بنتذكر وبنحس، وهذا جزء من هويتنا. وهذا الثقل التاريخي بيوصل لذروته بالنص لما يحكي عن الجرح الأحدث، شنكال سنجار. الأبيات بتنقل حالة ضياع، صرخة طلب للمساعدة. نادت: ألا أين شنكال مغيثاتها، حائر دهورها في سبات وفي آلام. يا الله. وبعدين بيوصف الواقع الإنساني بمرارة: شنكال تصرخ: أين من يعقل، والطفل يبكي والفؤاد مثقل، واليتم يرتعد ولا مستقل. هاي الصرخة أين من يعقل كأنها اتهام مباشر للعالم. هي فعلا صرخة موجهة، مش بس تعبير عن ألم، فيها إحساس عميق بالخذلان. السؤال عن العقل هون هو سؤال عن الضمير الإنساني، عن المنطق الأخلاقي اللي كأنه اختفى قدام هويل المأساة. وتصوير شنكال كأنها إنسان بينادي وبيصرخ، والأطفال الأيتام اللي بيرتعدوا، بينقل حالة الفوضى والانهيار التام. تمام، الشاعر بيستخدم التشخيص ببراعة ليمنح المأساة صوت مسموع ومؤثر. والنص صريح جدا بتحديد المسؤول المباشر عن هاي الكارثة الأخيرة. بيقول بوضوح: داعش جاءت كالدجى فأطبقت قتل وسبي للنساء وهجرة. هاي المباشرة يعني لافتة بنص شعري. نعم، هاي المباشرة بتعكس حجم الصدمة والرغبة بالشهادة بدون أي مواربة. تشبيه داعش بالدجى، الظلام الأسود اللي أطبق، بيوحي بالشمولية والاختناق، كأنه شر سد كل منافذ الضوء. وبعدين بيجي التفصيل المرعب: قتل، سبي، هجرة، 3 كلمات بتختصر فظائع لا توصف. مؤلم جدا. هي مش مجرد أحداث، هي تجربة وجودية بتهدد كيان الجماعة كلها. واللي بيزيد الألم هو الإشارة لمعاناة النساء الأسيرات. نساؤنا في الأسر ترفض ذلة، تأبى الخنوع تحت سيف الردى. هون بنشوف يعني بصيص مقاومة حتى بقلب المعاناة. صحيح،
وهذا البيت مهم كثير، بضيف بعد الكرامة الإنسانية بمواجهة الإذلال. رفض الذل والخنوع حتى تحت تهديد الموت، سيف الرضا، هو شكل من أشكال الصمود الروحي. تأكيد إنه الجسد ممكن يؤسر، بس الروح بترفض إنها تداس. القوة الداخلية. تماماً. وهون بيجي التناقض اللي أشر له النص بعدين، بين جمال شنكال اللي كان زمان شنكال والجمال متلألئ، والدمار الحالي. وهذا بخلي السؤال اللي بعده، فأين دنيا لنا منزله، مؤثر أكثر بكتير. هو مش بس سؤال عن بيت، هو سؤال عن فقدان وطن، فقدان مكان الانتماء والجمال. طيب، من قلب كل هاي العتمة، النص بيرجع بيركز على الصمود، القوة الداخلية. وهذا الصمود واضح إنه مرتبط بالإيمان بشكل عميق. نسمع أبيات مثل لكننا أهل النور لا نخشى. أهل النور. وفكرة استمرارية النور بتتكرر. نورنا سنوقظ أبداً، إني أقاسمكم فوق قمتكم وغداً، وشمس الحق لن تنطفئ. صور شعرية قوية جداً تعطي أمل. هاي الصور هي جوهر الصمود زي ما برسم النص. أهل النور مش مجرد وصف، هاي هوية تعطي قوة. وفكرة إيقاظ النور أبداً هي فعل مقاومة وجودي، إصرار إنه الظلام ما ينتصر. والتعبير إني أقاسمكم فوق قمتكم وغداً فيه مشاركة وتأكيد على المستقبل. وربط الحقيقة بالشمس التي لن تنطفئ. بالضبط، بيعطي يقين مطلق بانتصار الخير والحق بالنهاية مهما طالت المحنة. في صورة لفتتني بشكل خاص، طواويس النور في أرض المحاني. الطاووس هون شو بيرمز؟ الطاووس، وتحديداً ملاك طاووس أو طاووس ملك، له مكانة مركزية بالعقيدة الإيزيدية. هو رمز للجمال وللتجلي الإلهي. فاستخدام صورة طواويس النور بربط الإيزيديين مباشرة بهويتهم المقدسة. وليش في أرض المحاني؟ وضع هاي الطواويس الجميلة في أرض المحان، يعني بوسط المحن والشدائد، بيخلق صورة قوية جداً، كأنه بيقول إنه الجمال المقدس والإيمان ما بيختفوا حتى بأقصى الظروف. صمود جميل وعنيد بنفس الوقت. وهذا بيفسر ليش النص بيأكد إنه الإيمان نفسه ما تأثر، والنور في الإيمان مكتمل فيه الطقوس، كأن الجوهر الروحي صلب وموجود رغم كل شيء. تماماً. اكتمال النور في الإيمان والطقوس بيعني إنه الهوية الدينية والروحية ما انكسرت. الطقوس مستمرة والإيمان كامل، وهذا بحد ذاته فعل صمود، تأكيد إن الظلم ما قدر يوصل للجوهر. صحيح. وهذا مرتبط بالبيت اللي بيقول والروح ترفض أن تكون خجلاء. رفض للخجل من الهوية، ورفض للشعور بالنقص اللي ممكن يفرض الاضطهاد. الروح بتضل مرفوعة، وهون بيجي الأمل بالعودة والكرامة. نرنو إلى يوم تعود فيه أعد إلينا عزة وسلامة. مش مجرد أمنية، هاي نتيجة طبيعية للإيمان والصمود. إذن الإيمان مش مجرد ملاذ سلبي، هو وقود للصمود الفعال وحتى للتحدي. وهذا بينقلنا للنبرة الأكثر تحدياً بالنص، رفض الظلم. بنسمع إعلان واضح: سنقاتل الطغيان، لغة مواجهة صريحة. وتأكيد أن الظلم رح ينتهي، وحقداً وظلم غزاة الشر سوف يذبلوا. نعم، هون بنشوف الوجه الثاني للصمود، التحدي الفعلي. سنقاتل كلمة فعل، إرادة مقاومة. والإيمان بأن الظلم والحقد مصيرهم الزوال، سوف يذبلوا، بيعطي المقاومة أساس روحي وأخلاقي. هي مش ردة فعل يائسة، لا، هي نابعة من يقين بالنصر النهائي للحق. وفي تأكيد كمان على عدم الذل، وما ذللنا وإن تكالب جهله علينا. صحيح، نفي قاطع للإذلال الداخلي حتى لو اجتمعت قوى الجهل والظلام من برا. وهذا التحدي ممزوج بالدعاء لمستقبل آمن ومختلف. النص بقول: واحمي لنا الوطن آمناً فلا نؤنفل. الحاجة الأساسية للأمان. هذا الدعاء بيحتم دائرة المعاناة والأمل. بعد كل اللي مر، الحاجة لوطن آمن بتضل هي الأساس. وكلمة نؤنفل من النفل، يعني الغنيمة أو السبي، فيها إشارة مباشرة لتجربة السبي والتهجير. فالدعاء هون هو طلب حماية من تكرار هاي التجربة الفظيعة. إذن القصيدة ما بتنتهي باليأس أبداً، بتنتهي بمزيج من التحدي والأمل بالعدالة الإلهية، والدعاء لمستقبل فيه سلام وأمان. بتعكس روح إيزيدية صلبة، قادرة تحول الألم لقوة والظلام لإصرار على التمسك بالنور. فعلاً رحلة مكثفة وعميقة بهي الأبيات القليلة. شفنا كيف النص أسس لقدسية لالش والنور، وبعدين استدعى ذاكرة الفرمانة المؤلمة ومأساة شنكال الأخيرة بكل حدتها.
والأهم كيف ورجانا صمود مدهش بيتغذى من إيمان عميق وبيرفض الخنوع وبيتحول لتحدي وأمل بمستقبل أفضل. بالفعل، هاي المقتطفات بتعطينا لمحة مكثفة عن تجربة مركبة جدا. قوة الشعر هون هي بقدرته على ربط المقدس بالتاريخي والألم الشخصي بالذاكرة الجماعية، واليأس بالصمود. بينسج خيوط التجربة الإيزيدية، النور والظلام، الجمال والجرح، الإيمان والتحدي، بنسيج واحد مؤثر جدا. وهذا بخلينا نفكر بسؤال أعمق شوي. تفضل. إلى أي مدى ممكن للفن مثل هاي القصيدة إنه ما يكون بس شاهد على الذاكرة، بل أداة فعالة بتشكيل وعي جماعة معينة ومساعدتها على الصمود والنضال من أجل وجودها وهويتها بعالم متغير وعالم فيه محاولات للمحو؟ كيف ممكن للكلمة المنغومة إنها تصير درع ووقود بنفس الوقت؟ سؤال مهم جدا وبيستحق التأمل. كيف الفن بيحافظ على الذاكرة حية وكيف بيعطيها القدرة تلهم المستقبل؟ شكراً جزيلاً على هي الإضاءات القيمة والغنية. وبهذا نصل لختام استكشافنا العميق لهذا اليوم.